بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم عبير من مطبخ أكلات بيرو. اللي أول مرة يشوفني ويشوف القناة بتاعتي رجاء يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد أنا بقدمه. النهاردة هيبقى المحتوى بتاعي مختلف تماما عن محتوى الأكل اللي بنقدمه. أنا جات لي صاحبتي ولقيت عندي علب من علب اللبن، فبصراحة أنا كنت حرميها، فهي عرضت عليا كده تدوير الحاجات القديمة اللي عندي. قالت لي هعمل لك من علبة اللبن دي اللي انتي هترميها، هعمل لك حصالة شيك جميلة جدا. وفعلا كان ابني كان طالب مني حصالة، فقلت لها طب ماشي نجرب، فعملتها لي. بصراحة طلعت في منتهى الجمال، حاجاتها سهلة ومتوفرة في البيت. كان عندي برضو قطعة من القماش ما كنتش عايزاها، مش بستخدمها في حاجة، وفعلا وكنت حرميها فعلا. ف صاحبتي نصحتني، قالت لي هعمل لك من علبة اللبن دي ومن حتة القماشة اللي انت عايزة ترميها دي حصالة جميلة. وممكن كمان نبتدي بيه مشروع صغير كده، حاجة كده تفرح الأولاد، وممكن كمان حتى أولادك يساعدوكي فيها. مشروع مربح جدا جدا، وريتكم تستغلوا اي حاجة عندكم. انتوا طبعا عارفين الغلاء والاسعار المهولة اللي احنا بقينا فيها دلوقتي، فعايزين نستغل اي حاجة عندنا حتى لو هي ملهاش اي لازمة عندك، ملهاش اي عزة عندك. بالعكس ممكن تعملي لها اعادة تدوير تاني وتعملي اي حاجة تفرحي بيها اولادك. او ممكن كمان تستغلي الحاجة اللي انت هتعمليها دي، ممكن تعملي بيها مشروع صغير، ممكن تحققي بيها نجاح كبير جدا جدا، وممكن تكسبي منها فلوس حلوة تقدر تعيشك وتعيش اولادك وتخليكي عايشه، مش محتاجه حاجه لحد. ممكن تستخدميها كمان في بيتك، تعملي بيها اي حاجه. ممكن تعمليها فازه، ممكن تعمليها حصاله زي ما انا اللي هنعملها دي. صاحبتي هي اللي عملتها بصراحه مش انا، فانا خدت منها الفكره واستاذنتها طبعا ان انا اصورها وهعرض عليكم الفكره اهي وتشوفوها وتعملوها. اي حد طبعا عايز بقى يحوش دي بقى ايه، تشجيع للناس اللي هي عايزه تحوش، والاولاد برضو اللي بيبقى معاها المصروف زياده وكده ممكن ايه تحوشيه تعملي بيها اي حاجه تستفيدي منها. حصاله شيك هتخليكي انك انت تعملي بيها مشروع مربح، وحاجه كويسه في نفس الوقت تشجع اولادك ان هم برضو ايه يوفروا من المصروف بتاعهم شويه. هسيبكم بقى مع الفيديو تشوفوه. هي كده جبنا العلبة بتاعت اللبن، ليها الغطا طبعا بتاعها شلناه، وجبنا حتة القماشة اللي موجودة عندي. اي قماشة عندك، مش شرط تكون حاجة زي، بس تكون قماشة تكون محملة شوية، تكون شكلها حلو كده وشيك. غلفناها كده، تكون محضرة عندك مسدس الشمع، تكوني مسخناه قبل منها بنص ساعة علشان ما ياخدش معاكي وقت. وت... وتلفي القماشة على العلبة كده زي ما انت شايفة، وتقصي الباقي وتلزقيه بمسدس الشمع، وتكوني سايبة يعني ايه قيمة سنتي كده علشان تقدري تلزقي العلبة بتاعتك. هنعمل لها بقى البطانة من تحت في أرضية العلبة زي ما انتم شايفين كده بمسدس الشمع، وهنلزق منه برضو قطعة من القماش اللي احنا آه، بنعملها ديت. ان القماشه دي كانت هتترمى اصلا، والعلبه كانت هتترمى، وعملت من العلبه دي حاجات كتيره قوي. انا خدت الفكره منها بصراحه، من صاحبتي، عملت لها كده ولزقتها بالشكل الجميل دوت. مش باينه خالص انها كانت علبه لبن اصلا، كنت هرميها. تمام. انا استأذنتها طبعا وصورتها وهي بتعمل علبة اللبن دي. الفكرة حلوة قوي عجبتني، وبرضو هجيب لكم افكار جديدة حلوة برضو منها برضو. بعد كده بقى هنجيب مثلا ايه زيقة عندك برضو من نفس القماشة، ممكن تنتلة لو ما عندكيش برضو من نفس القماشة، ممكن هنستخدم برضو استرس من حاجة تانية. هنجيب بقى العلبة، غطا العلبة كده خرمناه من فوق زي ما انتم شايفين كده بسكينة او بمقص، يعني هتكون سهل انها بلاستيك. وجبنا برضو وردة كده من نفس القماشة وهنلزقها على غطا العلبة من فوق، وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعملها ازاي. لزقناها كده برضو بمسدس الشمع، وهسيبكم بقى تشوفوا مع بعض كده عملتها ازاي ولزقتها ازاي. فكرة حلوة وفكرة جميلة، ممكن تتباع في المحلات والله بسعر حلو قوي، وما كلفتكيش اي حاجة. دي حاجات كنت هترميها في الزبالة مش محتاجاها في حاجة. حاجات جميلة وحاجات مش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت شيك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا جمالها عاملة ازاي. وادي الغطا بتاع العلبة، والعلبة نضيفة زي الفل ومغسولة طبعا. هنقص بقى البواقي اللي طلعت كده عشان تبقى طبعا الشكل يكون حلو.
وهنشوف بقى مع بعض دلوقتي بنثبت عليها بالمسدس الشمع. اهم حاجه النظافه وانت بتشتغلي، يعني كي تظبطي بقى الشمع بتاعك، تظبطي الشراشيب اللي طالعه من القماش. دلوقتي هنداري كل حاجه وهنشوف مع بعض دلوقتي هتكملها ازاي. كده الغطا اهي بتاعنا، عملناه الغطا العلبه. تمام. في هنا زي قطعه من الدانتيل او قطعه من الشريط كده، لو مش متوفر عندك، ممكن باي خرز. برضو متبقي من اي حاجه انت مش عايزاها هتعمليها، تقصيها كده وتعمليها، تعيدي التدوير بتاعها من تاني. هنشوف دلوقتي هي هتعمل بالشريط ده ايه. والله الفكرة عجبتني جدا. بص قفلت بقى العلبة بالشريط. بص بقى هتعمل ايه. الفكرة عجبتني فعلا، جميلة والعلبة شيك قوي. هنا بقى قفلت بقى الغطا بالعلبة، بحيث ان هي ايه، برضو تبقى حصالة، يعني ايه ما تنفعش تتفتح. ولو بقى هتفتحيها هتشيلي الشريط ده بقى كده وتاخدي الفلوس اللي فيها، هتشيلي الشريط هتتفتح معاكي بمنتهى السهولة. بصوا جميلة ازاي. والشريط برضو عطاها شكل حلو. بتلزق كده حوالين منه. حاولي كده بقى انت تظبطيها كده. بصوا الجمال. والله حلوة جدا وشكلها في منتهى الجمال. هتعمل لها بقى فتحة من فوق كده. هتعمل لها فتحة من فوق وهتزود بقى الشكل. اي بقى ايه حاجات باينة بقى كده التوصيلات ديت هتتدارى بقى بالشريط الحلو دوت. ممكن تدخلي لون تاني لو عندك برضو قماش تاني يليق عليها، ممكن تدخلي برضو لون تاني تبقى برضو شكلها في منتهى الجمال. بصوا اهي اتفتحت بقى واتقفلت اهي. شكل جميل. هتحط بقى اسم ابنها عليه، توني. انا بشكر مامة توني على الفكرة الجميلة ديت، ويا رب تكون مشروع ناجح ليها. واللي حابب افكار تانية من مامة توني يقول لي في التعليقات، وانا هخليها تعمل لكم افكار كتيرة حلوة. هتفتحها كده علشان تعمل بقى ايه الفتحة بتاعت الحصالة بالشكل ده. هتشيل بقى كده الزيادات من جوه علشان تقدري بقى تحطي ال- الفلوس فيها بمنتهى السهولة. هي كده بقى بتفنش العلبة. جميلة قوي بصراحة يعني. ما تنسوش بقى اللي عجبوا الوصفة ما ينسانيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وعايزين في التعليقات إعادة تدوير ايه، وانا هقول لمامة توني تعمل لكم وهشيرها على القناة بتاعتي بإذن الله. ما تنسونيش بس في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم فيديوهات تانية كتيرة مع اكلات بيرو. ان شاء الله هتلاقوا كله جديد. يا رب يعجبكم وينور رضاكم. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يقول لي في التعليقات عايزين ايه تاني، وانا اخليها تعمل لكم فيديوهات اعادة تدوير في اي حاجة انتوا مش عايزينها بتترمى في الزبالة. والسلام عليكم.